ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم يحيى. يا جدعان بحب يحيى رضوان قوي الصراحه. لو انت بتسال عن الست الغريب اللي انا فيها دي، فانا كنت بعمل تجميعه جديده، هي ارخص تجميعه بكارت ار تي اكس، وكنت بجرب الاداء بتاعها. فده كان المفروض الويب كام بتاعتي اللي انا بجرب بيها، بس لقيت ان الست دي او السين ده شكله جامد جدا، بس حاسس ان هو ناقصه حاجه. ثانيه واحده، كان ناقصه الشجرة الجميلة دي. المهم احنا النهاردة هنعمل أرخص تجميعة بكارت ار تي اكس، أو البديل بتاع الجي تي اكس 1650 بس مع الدي ال اس اس. فاعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا ندخل بالانترو. التجميعة دي هتبقى من زمن الطيبين بالبروسيسور الجميل بتاعنا اللي هو الرايزن 5 3600. وايوه البروسيسور ده رجع تاني، هو بروسيسور بجد جامد جدا، لان هو لسه بيجي ب 6 كور و12 ثريد، والبيس فريكوينسي بتاعته 3 و6 جيجا هرتز، والبوست فريكوينسي بتاعته 4 و2 جيجا هرتز. والبروسيسور ده هيكون كويس معاك لو انت بتلعب العاب اي سبورتس عادي، هتعرف تلعب عادي جدا من ميديوم لهاي. ولو انت بتنزل للو علشان تاخد اف بي اس اعلى، الكلام ده هيمشي جدا، مفيش اي مشكله. فهو لحد دلوقتي بروسيسور ينفع تعتمد عليه. البروسيسور ده بيجي منه نسختين، النسخه اللي هي الوف اللي هي من غير ستوك كولر، والنسخه اللي بالستوك كولر. بس للاسف طبعا لما انا بصور الفيديو علشان ينزل، كان النسخه بتاعه الستوك كولر خلصت من عندنا من الشركه، فالنسخه اللي من غير مروحه سعرها 3700 جنيه. وتاني حاجة هنتكلم عنها هي المذر بورد بتاعتنا، ألا وهي جيجا بايت ب 450 ام كي. بورد عادية جدا وهتشغل بروسيسور كمان، بس لو انت هتحط حاجة زي الرايزن 7 او هتعلي البروسيسور جامد، انا ما انصحش بالبوردة دي. خد حاجة اعلى شوية علشان الفيس باور بتاعها والامكانيات بتاعتها متوسطة خالص، لان هي بتيجي باتنين بنك رام. وعلى فكرة في معلومة كده غلط انا حابب اوضحها دلوقتي، ان الناس بتبقى فاكره ان البورد اللي فيها 2 بنك رام مش بتشغل دول تشانل. لا، هي بتشغل دول تشانل عادي جدا، والمخارج بتاعتها مرضيه جدا، لان هي فيها البورده نفسها فيها مخرج لل HDMI و4 USB 3.1 و2 USB 2.0، وايثرنت بتاعها جيجا بت، وفيها مكان للام دوت 2 NVMe، وبتيجي ب4 ساتا. وبس كده، هي دي الهايلايتس بتاعت البورده. والبورده دي برضه سعرها 3700 جنيه. وبالنسبة للرامات، فاحنا اخدنا رامتين كروشال، كل واحدة فيهم 8 جيجا 3200 ميجا هرتز CL22. سعر الرامتين مع بعض 1850 جنيه. والاستورج بتاعتنا احنا حطينا SSD M.2 NVMe Gen 3 من شركة باتريوت، اسمه باتريوت B300، والمساحة بتاعته 256 جيجا، سعره 1200 جنيه. وبالمناسبة التجميعة دي هي التجميعة رقم 11 اللي تتعمل باسم جينكس. الحمد لله، انا ببسط لما حد بيروح يقول في الستور عايز تجميعة جينكس 01 02 03. احنا في التجميعة رقم 11 النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ومنشن لاصحابك، مفيش منشن على اليوتيوب. انا مبسوط بالست ده، فاهم؟ انا واخد راحتي في الست ده، انا حاسس ان انا بكلم صحابي. انتوا كده كده صحابي، يعني انا اتشرف ان انتوا تبقوا صحابي. وبالنسبة لكارت الشاشة، كارت الشاشة اللي هو أهم حاجة في التجميعة اللي أنا باني عليه أصلا التجميعة كلها. كارت الشاشة ده هيكون انفيديا RTX 3050، بس مش أي 3050، النسخة 6 جيجا. الكارت ده من شركة جيجا بايت ايجل تحديدا، النسخة بتاعته هي دي الكرتونه بتاعت النسخه، بضمان متر وبضمان 3 سنين. كارت بيجي بمروحتين، وزي ما قلت لك بيجي ب 6 جيجا GDDR6، والباص بتاع الميموري بتاعه 96 بت. وكده كده وجهه التوصيل بتاعت الكارت هي PCI Express 4، والكور كلوك بتاع الكارت ده 1500 ميجا هرتز، والميموري كلوك 14000 ميجا هرتز. والكارت ده سام هاو بيجي باتنين HDMI مش واحد بس، واتنين ديسبلاي بورد. وحاجه غريبه جدا في الكارت، ان الكارت بياخد الباور بتاعه كله من البي سي اي اكسبريس. انت مش محتاج في الباور سبلاي بتاعك كابل 8 بن توصله في كارت الشاشه. والكارت ده يشتغل معاك تمام جدا 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 لو انت معاك باور سبلاي 300 واط. فده هيخلينا ننتقل للكيسه والباور سبلاي اللي احنا مختارينهم في التجميعه بتاعتنا. بس قبل ما ننتقل خلينا اقول لك سعر الكارت ده سعره 10600 جنيه. اخيرا وليس اخيرا بقى، احنا هنتكلم عن الكيس والباور سبلاي. الضمان بتاعها قوي جدا، لان هي بضمان الوكيل بتاعها في مصر، فبيكون ضمان الكيسات بتاعت انتك على الباور سبلاي سنتين، وعلى الكيسه نفسها
سنة على المراوح وعلى البودي بتاع الكيسة. الكيسة بقى اللي معانا النهاردة هي انتك ان اكس 360 والباور سبلاي بتاعها 450 واط. قبل اي حاجة الكيسة دي سعرها 2700 جنيه. الباور بتاعها كويس ولا مش كويس؟ الباور بتاعها كويس جدا 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 عن تجربتي، يعني انا جربت الباور ده. وقولوا لي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الباور ده وهو بيتجرب على كارت ار تي اكس 3060 تي اي وبنضغط عليه، انا هعمل الكلام ده. يعني قولوا لي في الكومنتات لو انتم مهتمين تشوفوا حاجه زي كده وانا اظبطها. خلينا نرجع نتكلم على الكيسه تاني. الكيسه بتيجي باربع مراوح والاربعه ادريسبل ار جي بي، وخلي بالك من ادريسبل ار جي بي دي. البورده لو كان فيها هيدر للادريسبل ار جي بي احنا كنا سنكنا المراوح بتاعت الكيسه عليها عادي جدا، بس للاسف البورده ما فيهاش هيدر للادريسبل ار جي بي، فعلشان كده الكيسه شالوا منها زرار الريستارت وخلوه زرار لل اي دي، تدوس على الزرار الالوان تتغير عادي جدا. والكيسه بتيجي بوش مش عشان الاير فلو. والديزاين بتاعها بالنسبه لي انا من رايي انا الشخصي سيمبل ومينيماليستيك وحلو. عجبني الكيرف اللي متاخد في الوش كده بتاع المش بتاع الكيسه، اللي هو الكيسه تحسها عامله كده، فشكلها لطيف الصراحه. والكيسه الى حد ما تشيل معاك اي حاجه عادي، يعني هي تشيل كارت شاشه بثلاث مراوح، بس اطول كارت شاشه يتحط فيها يكون 290 مللي. تقدر تركب فيها ليكويد كولر 360 ملم من قدام او 240 ملم من فوق. والباور سبلاي بتاعها زي ما قلت لك انتك اتوم 450 واط. واما عن الفرونت بانل بتاعت الكيس فهي بتيجي بواحد يو اس بي 3 واثنين يو اس بي 2 وزرار للباور زرار لل اي دي. فده باختصار شديد هي التجميعه بتاعتنا اللي احنا هنختبرها على لعبتين، ذا فاينلز وكول اوف ديوتي وورزون. توتال التجميعه دي 24500 جنيه. الكلام ده قبل الخصم. بعد الخصم توتال التجميع هيبقى 24000 جنيه. 24000 جنيه وهيكون مع التجميعة اير كولر من انتك برضو اسمه انتك A30 برو. لو استمتعت اعمل سبسكرايب، لو ما استمتعتش اعمل لايك. خلاص جمعنا الجهاز بتاعنا وكله بقى في السليم منه. خلينا نجرب مع بعض لعبتين ويعتبروا من اتقل الالعاب بتاعه الاي سبورتس او من اتقل الالعاب الكومبتيتيف عامه، الا وهما كول اوف ديوتي وور زون على الاعدادات الثابته اللي هو اول لما شغلت الكمبيوتر وفتحت اللعبه جاب لي الاعدادات دي، ولعبه ذا فاينلز كمان علشان نشوف الدنيا هيكون فيها ايه في اللعبتين دول مع الكارت ال 6 جيجا ارخص كارت ار تي اكس موجود في العالم، وهو بديل كروت الجي تي اكس حاليا. انا ليه اخترت اللعبتين دول؟ علشان انا معرق كل فيديوهاتي، وعلشان انا ما ينفعش امسك الماوس فتره طويله علشان صباعي فيه مشكله فبلعب بالكنترولر. فللاسف فالورنت ما ينفعش العبها بالكنترولر. فخلينا نبدا كل اوف ديوتي ونقول بسم الله. والله العظيم كويس. انا في 71 85. ماشي يا حبيبي. اخيرا اول كل. يا جدعان الام بتاعي عايز يضرب بالجزمه. ثواني. ده انت في حد نازل علينا ها؟ ايوه هنا. اعمل ايه؟ مين فين؟ ودي put your hands up. بس يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس الجهاز تمام، اللعبه كانت تمام، الجيم تمام. يلا بينا ندخل على اللعبه الثانيه الا وهي ذا فاينلز. انا اول مره العب المود ده في ذا فاينلز، وتقريبا بعد لما ضغطت عليه وخليته يختار الماتش عرفت ان هو لو انا مت مش هينفع ريسبون في نص الراوند. متحمس جدا. خلينا نقفل بس المزيكا. 3 ميديوم 1 لايت. ماشي ليتس جو. ايه بقالي كتير قوي ما العبش ذا فاينلز يا جدعان. دي برضو السيتنج الديفولت بتاعت اللعبه. ها راوند لوست. يلا يلا الراوند الجاي هنعوض الراوند دي. يلا بينا متحمس جدا. بصوا الحقيبه بتاعتي اللي هي بتاعت الجاموسه دي. انا ليه حاسس اللعبه بطيئه؟
انا عشان بلعب كول اوف ديوتي بقالي كتير. اللعبه دي كانت بالنسبه لي اللي هو الموفمنت بتاعتها اسرع موفمنت موجوده لحد لما بدات العب كول اوف ديوتي. ايوه ايوه، بيضرب منين؟ بيضرب من هنا. ايوه تعال نحط واحد هنا. ورانا ورانا ورانا. اسست يا زميلي. منتج يا باولو. ماشي. 3 في 2 سيتويشن، هنكسب ان شاء الله. يعني اعتقد ان احنا هنكسب. بص وانا حاطط هنا دي تحميهم اهو. إيه الهبل ده؟ احنا خسرنا ازاي؟ احنا كسبنا. بدون فلاش. بدون فلاش. تعال ادخل يابا. ادخل يابا ما يهمكش يابا. فاضل له تفه، ايوه كده هاته. ليتس جو. هنسويتش بقى، نسويتش بقى. انا اصلا ما بعرفش العب غير لما سويتش الصراحه يعني. انا هطلع اديفند البي. بصوا الخطه: 3 بي 2 ايه. ممكن نحط ايه؟ نحط دي هنا. ونحط دي هنا برضو. بيتضربوا هناك هما في الايه يا جدعان؟ في الايه؟ ايه سايد؟ إيه؟ هما في مش شايفه مش شايفه مش شايفه. مش شايفه. اعتقد ان كده احنا شفنا في الالعاب. انا بتكلم في الالعاب دلوقتي. لو انت عايز تدخل عالم الجيمنج في البي سي ومش عايز تدفع فيه فلوس كتير، فدي هتبقى بدايه كويسه جدا ليك. هتشغل لك كده كده كل الالعاب اللي انت عايزها. بس انا في دماغي ان التجميع دي هتكون مخصصه للالعاب الاونلاين اكتر من الالعاب الستوري. لان الالعاب الستوري بقى بتحب تشوف ريزولوشن وكواليتي وما كواليتي والكلام ده كله. انما في الاونلاين انت داخل عايز تكسب، زي ما انا كده ما كسبتش ولا جيم. بس وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك متين وتكتب لنا في الكومنت انهي جزء في الفيديو عجبك اكتر. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في فيديو جديد او حلقه جديده على القناه. سلام.